تخيل معايا تدخل المكان الناس كيدخلوه باش ما يخرجوش منه بعقلهم وانت داخله عليه بإرادتك. سنة 1887 في أمريكا النساء ما عندهمش صوت والصحافة ميدان للرجال فقط. نيلي بلاي شابة في 23 عام كانت خدامة في جريدة نيويورك وورلد. كان الحلم ديالها تكشف الظلم وتدخل في مغامرات باش توري داكشي اللي مخبي. كانت باغية خبر صحفي يهز البلاد. هنا فاش غتقول المدير ديالها أنها بغات تدخل مصحة المجانين وتفضح شنو كيوقع تما. باش يصدقوها خصها تمثل دور المجنونة بإتقان. كرات غرفة في فندق رخيص، سهرات الليل كامل كتشوف في الحيط، بدلات نظراتها، طريقة كلامها، وبدات كتقول أنها ما كتعرف حتى شي واحد. الناس بداو يخافوا منها، جاو البوليس، تحاكمات بسرعة، وأخيرا القرار إدخالها لمصحة بلاك ويلز إيسلاند إنسين أسيلم. من هنا غتبدا القصة فاش اكتشفت الحقائق اللي مخبية ورا الستائر. حمامات بماء بارد، ماكلة فاسدة فيها الدود، أسرة حديدية بلا غطاء، ممنوع الكلام، ممرضات قاسية كيعاقبوا أي وحدة كتحتاج. والأخطر كاينين النساء ماشي مجانين أصلا، غير فقراء مهاجرات أو ما فاهمينش الإنجليزية، كانوا محبوسات غير حيت ما عندهمش شي واحد اللي يدافع عليهم. نيلي كانت خاصها تبقى لعبة دور المجنونة باش ما ينكشفش أمرها، ولكن كل نهار كان كيقربها من أنها تفقد عقلها ديال بصح. بعد 10 أيام بالضبط الجريدة دازت من ضغط كبير وخرجوها. من بعد الخروج ديالها مباشرة غتكتب تحقيق صادم بعنوان 10 Days in a Made House. البلاد تقلبات، الحكومة خصات فلوس أكثر للمصحات، داروا تحقيق رسمي وتبدلات القوانين. هي ما كانش غير صحفية، كانت صوت للنساء ما عندهمش صوت، ولكن عندها مغامرة أخرى كتقول إلا كان بطل رواية دار العالم في 80 يوم أنا غنديرها في أقل. إشارة لرواية Around the World in 80 Days. ركبات السفن، القطارات، الخيول، دازت من إنجلترا، فرنسا، مصر، سريلانكا وحتى اليابان، ورجعت بعد 72 يوم فقط. يعني غتكون كسرات الرقم القياسي وتثبتات أن المرأة تقدر دير المستحيل. بعض الصحفيين كيكتبوا الأخبار، ولكن نيلي بلاي كانت كتخلقها. أحيانا باش تغير نفسك وتغير العالم خاصك تكون مستعد باش تدخل في مغامرات وترجع تحكي قصتك. شنو بان لكم؟ واش تقدروا ديروا بحالها غير باش تكشف حقائق مخبية لصالح المجتمع؟